واش مكانسا واش المكناسيه؟ تحياتي كاع عشاق النادي المكناسي، محبين هذا النادي حتى النخاع. اول حاجه كنبغي نشكر كاع الخوت اللي كيتفاعلوا معايا على الفيديوهات ديالي، شكرا لكم بزاف. وراه التفاعل ديالكم راه بمثابه واحد الدفعه معنويه باش انني نكمل في المحتوى ديالي. بالنسبه للفيديو ديال هذا النهار، هذا هو فيديو صراحه ديال واحد الخبر اللي حصري، هو تولي جريندو تدريب النادي المكناسي. صراحه هذا المدرب هذا هو مدرب مخضرم، واستفاده كبيره وربح كبير بالنسبه للنادي المكناسي. خليكم معايا في هذا الفيديو هذا باش نعطيكم اهم المعلومات على هذا المدرب هذا. بالنسبه للمدرب الحالي للنادي المكناسي الجديد عبد اللطيف جريندو، هو مدرب كيكتسب واحد الاحترام كبير بالنسبه للجماهير المغربيه عامه والجماهير البيضاويه خاصه، لا سيما ان هذا المدرب هذا هو كيتعتبر من اكثر اللاعبين مشاركه في الديربي البيضاوي للرجاء والوداد. بالنسبه لهذا المدرب هذا درب العديد من النوادي، من ضمن هذه النوادي هذو المغرب الفاسي وكذلك المغرب التطواني. بالنسبه للمغرب التطواني هو اللي ساهم معهم باش انهم يصعدهم من دوري الدرجه الثانيه الى دوري الدرجه الاولى، وكذلك اهلهم الى نهائي كاس العرش اللي كان ضد الجيش الملكي. ومن الاشياء اللي خلاته يكسب خبره كبيره كذلك مساعدته للمدرب الكبير اللي معروف على الساحه المغربيه هو محمد فاخر. صراحه مدرب ممتاز، نتمنوا له خير مع النادي المكناسي، ونشوفوا على انه واش غادي يقدر على التحدي مع النادي المكناسي، ونتمنوا ان النادي المكناسي مع هذا الاطار الوطني يمشي بواحد المسار تصاعدي، وعلاش لا ما يحتلوش شي مراكز متقدمه في البطوله المغربيه. تحياتي لكاع الحباب الغاليين اللي كتفرجوا في الفيديو ديال خوكم المكناسي. خلوا لي التفاعل ديالكم على هذا الفيديو هذا، وما تنساوش زر اللايك الدراري باش ان الفيديو يوصل للماكسيموم الناس اللي كيعشقوا النادي المكناسي. وتحياتي.